طيب انا عايز بس انتهز هذه الفرصه، والاستاذه فردوس، هل هذا الرجل كمنتج، لان انت اشتغلتي معاه مش في عصفور النار بس، وطول الاسوره وكذا وكذا. كان الطوق قبل عصفور النار ولا بعد؟ طول الاسوره قبل عصفور النار. قبل قريب نفس فعايزين نعرف، مش الاسئله الاجابات التقليديه، لانه خلاص باين. يعني هو اكيد مش منتج بخيل، اكيد مش منتج متعب، اكيد زي ما قال وشفنا وكذا اماره. وهقول لك سر بعد شوي على الاستاذه فردوس. لا عشان اللي عم بتقوله كل. طيب قولي لنا بقى. هو انا طبعا سعيده جدا جدا ان انا بحضر الاحتفاليه دي، لان انا بعتقد ان الاستاذ القلام من اهم المنتجين اللي مروا في تاريخ الانتاج في مصر. ودي مش مجامله خالص، انا ما بعرفش اجامل. يعني لما نستعرض كل الحاجات اللي هو عملها، قلما تلاقي عمل من الأعمال اللي هو أنتجها ما كانش عمل يعني جيد، وجيد جدا كمان. أنا كان ليا الحظ إن أنا عملت مسلسل عصفور النار، وعملت فيلم الضوء والإسورة، ودول من أهم الأعمال اللي أنا عملتها في حياتي. لأن الحقيقة أنا مش هتكلم عليه كمنتج بيصرف أو ما بيصرفش، لا، هو منتج فهمان، هو منتج عارف يعني إيه الفن المحترم، يعني إيه الفن الجيد. يعني لما يعمل عمل هيفضل محسوب له للتاريخ. وأنا أعتقد إن كل الأعمال اللي هو عملها دي فلوس العالم كله ما كانتش هتساوي المجد اللي هو أخده من الأعمال اللي قدمها، لأن كلها أعمال جيدة جدا مع فنانين جيدين جدا، سواء تمثيل أو إخراج أو تصوير أو جميع يعني العناصر اللي بتكون الفيلم. أنا كنت بس مستغربة إن أنا ما كنتش مدعوة على اليوم ده، وأنا عندي عملت يعني عملين من أهم الأعمال اللي عملهم الأستاذ قلة. لا يا أستاذ ناتي، لا الأستاذ فاضل اللي هيقعد يوقع ما بيننا. والله قال لي ده هو ما كانش أنت ما كنتيش موجودة وأنا اللي قلت له. وقال إيه كمان؟ فطبعا أنا بس كده. لا عادي عادي. أستاذ فاضل دقيق لدرجة أنا بتخض، يعني قاعد متابع، قال لي فين كذا في البرومو.